يا أخوان، يا شعوب الإسلام، ستذكرون ما أقول لكم. سوريا مفصل في تاريخ هذه الأمة. احفظوا هذه الكلمات. ما سيحدث في سوريا سينعكس على الأمة الإسلامية كلها. ولهذا كما ترون إيران بثقلها كله مع سوريا، حزب الله يرسل الجيوش إلى سوريا، الناس تنتقل من العراق أفواجا، باصات بالشهود ينتقلون مما يسمى جيش المهدي إلى سوريا. حتى أهل الخليج أذناب إيران يتكلمون دفاعا عن النظام السوري. تدرون ليش؟ لأن سوريا إذا سقطت فقد هوت عروشهم بإذن الله عز وجل، وبداية نهاية حكم ظالم طاغ شوه الإسلام وادعى الإسلام أصلا ولم يكن يؤمن به يوما. سوريا يا أهل الإسلام، القضية ليست فقط الشعب السوري المسكين المظلوم، لكن هي معركة بقاء، هي معركة بقاء يا أمة الإسلام. يا أهل الدين الحقيقي الصافي، اجتمعوا لنصرة إخوانكم في سوريا. يا حكومات العرب والخليج بالذات، الله الله مع الشعب السوري، كونوا لهم، وإلا والله لو انتصر أعداء الله عز وجل، وأن لهم أن ينتصروا، لانقضوا عليكم وفعلوا ما فعلوا بالسوريين فيكم يا أهل الخليج. يفعلون مثل ما يحاصرون الآن أهل دماج، سوف يفعلون مع أهل الإسلام أكثر من هذا، لكن أن لهم هذا. بإذن الله الشعب السوري منتصر، وأيام هذا النظام باتت معدودة، ولينتبه كل من وقف معه بأن الدائرة ستدور عليه، وأن المسلمين بعد نهايتنا بإذن الله عز وجل بالقضاء على هذه الزمرة في سوريا ستتغير أوراق كثيرة، وستنكشف رؤوس كثيرة، وسيبدأ المسلمون بجعل أولوية أخرى بعد سوريا. لكن كل من ناصر هذا النظام الطاغي بإذن الله عز وجل سينال مصيره يوما من الأيام. اللهم انصر سوريا وشعب سوريا الحر على كل ظالم طاغية مستبد.